يا ترى هي فين الأرض المباركة اللي ربنا قال عليها؟ وهو احنا فعلا مش مصريين وأصولنا من العرب اللي جم في الفتح الإسلامي؟ ويعني إيه مصر اللي نعرفها وبنتحرك في شوارعها كل يوم وبنسمع عنها الحواديت واتذكرت في القرآن الكريم وباركها ربنا؟ مش هي مصر اللي مذكورة في القرآن؟ يعني أنا وإنتم كده كمصريين نبقى إيه بالظبط؟ طيب ولو دي مش مصر يبقى فين مصر؟ واحنا نبقى مين وعايشين فين؟ ايه الرعب ده؟ في ناس طالعه كده بتقول ان مصر الحاليه مش هي مصر المذكوره في القرآن، فاحنا قلنا نشوف ايه الحكايه. تفاصيل كتير هتعرفوها في حلقة النهاردة، اسمعوها للآخر لأن حقيقي كل كلمة في الفيديو ده فعلا مهمة ليكم ولأولادكم. مبدئيا كده مصر زمان كان ليها أسماء وألقاب كتير زي ما احنا دلوقتي بنسميها بأكتر من اسم، أرض الكنانة وأم الدنيا ومصر المحروسة. كان ليها برضو زمان من عصر القدماء المصريين أسماء زي كيمت واللي معناها الأرض السوداء، وكان المقصود بيه خصوبة التربة وإنها صالحة للزراعة علشان الطمي الأسود اللي كان في منطقة وادي النيل، والمنطقة دي كان منتشر فيها الفلاحين لأنها منطقة زراعية. وتاني اسم ديشرت واللي معناها الأرض الحمراء، ودي كانت أرض عمال المحاجر، وكانت معروفة برضو باسم تاوي بمعنى الأرضين، وده كان اسم بيتقال على البلد كلها إشارة لمصر العليا ومصر السفلى. والقدماء المصريين استخدموا الاسم ده علشان يأكدوا بيه وحدة مصر تحت حكمهم، لأن كلنا عارفين إن مصر كانت مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وتوحدوا المملكتين على ايد الملك نرمر. خلاصة الكلام ده ان مصر في عصر القدماء المصريين كان بيشار ليها باسم الارض، وناخد بالنا قوي من الجزئية دي علشان هنحتاجها قدام شوية. طيب اسم مصر بقى المعروف حاليا واللي اتذكر في القرآن الكريم وبشكل صريح، هل استخدموه القدماء المصريين؟ ايوه طبعا استخدموه في رسائل تل العمارنة، ودي رسائل كانت بتبقى جاية من ملوك ممالك حوالين مصر، كانوا بيبعتوا رسائل، وكمان موجود ردود حكام مصر على الملوك دي. هنلاقي ان مصر مذكورة في الرسائل دي زي مصري أو ميساري أو ميتاتي مصري بمعنى بلاد أو أرض مصر، وكمان مذكورة باسم مصريين ومصرتم ومصرم وميسارتم مثنى إشارة لقطري مصر الجنوبي والشمالي، وميتي مصري بمعنى أرض أو بلد مصر، ودي كانت رسالة من سكان تونيب شمال قادش. وميتاتي مصري بمعنى أرض أو بلاد مصر، ودي كانت رسالة من حاكم جوبيل. وفي آثار مملكة ميتاني وأشور موجود ألواح مكتوب عليها اسم مصر أو مصر، والفينيقيين سموها مصرم، كده اسمها في عصر القدماء المصريين وكمان في الحضارات القديمة، يعني كانت معروفة بمصر اهو من أيام القدماء المصريين. طيب وهو اسم مصر أصلا معناه إيه؟ في اللغة معناها البلد أو المنطقة الممتدة أو المكان المحدد المعالم، وبرضه معناها المدينة الكبيرة أو المكان المستقر، وفي لسان العرب معناها البلد المستقر المحكوم والمعمور. كده احنا اتأكدنا إنها تاريخيا اسمها مصر سواء جوه مصر أو في الحضارات القديمة خارج أرض مصر، وعرفنا كمان إنه كان بيشار ليها باسم الأرض في اللغة المصرية اللي هي كلمة الأرض السوداء، ودشرة الأرض الحمراء، وتاوي الأرضين. وفي العبرية مصريين معناها الأرض المحصنة والمحفوظة، وفي اللغة اليونانية إيجيبت اللي هي أرض الإله. تعالوا بقى نشوف تفسير كل الكلام ده في القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وفي سورة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وتاني آية في سورة يوسف قال فلن أبرح الأرض. وقال تعالى في سورة يونس قال وأجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وفي سورة الإسراء فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقال تعالى في سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وبرضو الآية دي في سورة القصص قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المنطقي إن كلمة الأرض في الآيات مش مقصود بها الكوكب كله، المقصود هي أرض بعينها بالتحديد. يعني ربنا كان بيشير لمصر في القرآن باسم الأرض اللي هي كانت معروفة بيه في العصور القديمة. بالنسبة بقى لكلمة مصر في القرآن فاتذكرت منونة زي اهبطوا مصرا، واللي كان مقصود بيها في الآية برضو مصر بالتحديد، وهقول لكم دلوقتي ازاي. وكانت احيانا بتكون مصر منونة حسب سياق الآية، أو كانت بتتذكر مصر ممنوعة من الصرف زي ادخلوا مصر. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. في تفسير الطبري القول ده كان من بني إسرائيل في التيه بعد خروجهم من مصر هروب من فرعون، لما زهقوا أو ملوا من أكل المن والسلوى
وافتكروا عيشتهم في مصر. فسيدنا موسى بيقول لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وده ما كانش تقليل لأنواع الأكل التانية، ولكن لأن المن والسلوى ده كان طعام ربنا بينزله ليهم من السماء. المن كان عبارة عن مادة صمغية طعمها حلو، والسلوى قال ابن كثير إنه كان طائر يشبه السمان ولكن كان أكبر منه في الحجم. فقال ليهم اهبطوا مصرا، واللي بيأكد إن المقصود في الآية مصر الحالية كلمة اهبطوا، لأن سيدنا موسى كان يقصد منطقة الدلتا، ومعروف إن منطقة الدلتا في مصر منخفضة اللي هي مصر السفلى، بالإضافة إن منطقة الدلتا في مصر منطقة زراعية وكانت بتخرج المحاصيل المذكورة في الآية اللي هو الخيار والثوم والعدس والبصل. والتأكيد أكتر إن قصة سيدنا موسى حصلت في مصر الحالية وإن هي اللي مقصودة في الآيات القرآنية. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم. إيه هو اليم؟ في عصر سنوسرت الثالث اتعملت قناة مياه بتربط المنطقة المعروفة باسم خليج السويس في البحر الأحمر بنهر النيل، وكان اسمها قناة سوزوستريس اللي هي قناة سنوسرت الثالث. والمنطقة اللي كانت في شمال خليج السويس كان اسمها يم سوف اللي هو خليج البوص، وكلمة يم معناها خليج. يعني ربنا كان بيقول لأم سيدنا موسى القيه في اليم اللي هو الخليج. وفي سورة سيدنا يوسف الآيات مذكور فيها اسم مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي نفس الوقت مذكورة برضو باسم الأرض: اجعلني على خزائن الأرض. يبقى مصر هي اللي بيشار لها في القرآن باسم الأرض. وكمان مذكور في السورة المجاعة اللي مرت بها مصر. ممكن يكون في مجاعات حصلت كتير في العالم في العصور القديمة، لكن بنفس السياق والتفاصيل، رؤية وتنبؤات وشخص حكيم يفسر رؤية الملك، و7 سنين رخاء وبعدها 7 عجاف، وتخطيط مسبق لتخزين القمح، ونجاة البلاد بفضل الله، ومن ثم تخطيط سيدنا يوسف اللي ألهمه ليه ربنا. كل التفاصيل دي مش مذكورة لأي بلد غير مصر. وأحداث المجاعة دي بتفاصيلها مكتوبة على لوحة المجاعة اللي موجودة في جزيرة سهيل في أسوان. وفي تفاصيل أكتر عن المجاعة واللوحة في الحلقة اللي بتتكلم على مين هو سيدنا يوسف. أما بقى الآية اللي معظم المشككين بيستندوا عليها، قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. الحجة هنا إن مصر اللي بيتكلم عنها القرآن فيها أكتر من نهر، لكن مصر الحالية ما فيهاش غير نهر النيل. الدكتورة هايدي فاروق قالت إن في سنة 1954 حصلت مجموعة سيول في قنا عملت كوارث، واتعمل سد على وادي قنا سنة 55 لتقليل الكوارث. وفي سنة 79 حصلت نفس الكوارث مرة تانية واتضررت منها كذا قرية زي قرية كوم عمران وقرية حجازة، واستمر الوضع لحد سنة 83 وسنة 89. والمفاجأة بقى إن ظهرت أنهار كتير في الأقمار الصناعية. وركزوا معايا في الجزء اللي جاي ده كويس. الأغرب بقى إنهم اكتشفوا نهر على شكل شجرة في سينا وجنبه بحيرات صغيرة. طيب هو النهر لما يكون على شكل شجرة في سينا ده ما بيفكركوش بحاجة؟ قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغا للآكلين. والمقصود هنا في الآية مش شجرة الزيتون نفسها، وهثبت لكم دلوقتي. الآية بتقول تنبت، والإنبات هو عملية إنبات البذرة. معنى الإنبات هو الظهور الأولي للجذير من غلاف البذرة. يعني المقصود في الآية بالشجرة مش الشجرة نفسها، المقصود الشجرة المائية المسببة لإنبات البذرة، لأن مفيش نبات هينبت من غير مية، والإنبات متصل بالأرض. أما لو المقصود في الآية هي شجرة الزيتون نفسها فكان هيبقى من الصحيح بدل كلمة إنبات تبقى إزهار، لأن الزيتون هو ثمرة أو زهرة شجرة الزيتون، ومعنى كلمة إزهار هي زهرة الشجرة المثمرة اللي هو ظهور النبات. يبقى الإنبات متصل بالأرض لكن الإزهار متصل بثمرة الشجرة. يبقى المقصود في الآية مش شجرة الزيتون نفسها ولكن شجرة الماء المسببة لإنبات شجرة الزيتون. واللي بيأكد الكلام ده أكتر قوله تعالى في سورة القصص: قال تعالى: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قوله تعالى في البقعة المباركة، هل المقصود بيه مساحة صغيرة محيط شجرة عادية، ولا بالمفهوم والمعنى الإلهي هتبقى مساحة ومتسعة؟ الآية واضحة بتقول من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يبقى المقصود مش شجرة عادية، لأن الطبيعي إن الشجرة ملهاش شاطئ، لكن الأنهار والبحار هم اللي بيكون ليهم شواطئ. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في البقعة المباركة من الشجرة، وهي الشجرة المائية اللي منها شاطئ الوادي الأيمن اللي فيه البقعة المباركة. والله أعلم. أما بقى في الصحراء الشرقية فهنلاقي نهر ناحية الجلالة وليه دلتا، ونهر ناحية أسيوط، وفي منطقة راس زايد هنلاقي وادي قنا ووادي اللقيطة عاملين نهر ضخم بيوصل لحد الأقصر.
وده تفسير عملي على أرض الواقع للآية الكريمة. وقالت كمان إن في ميناء على بحر يوسف عند هرم اللاهون بيوصل مدينة ميور المصرية القديمة لميناء على بحر يوسف، والميناء ده اسمه ميناء فرعون، ومذكور في أوراق البردي باسم ميناء فرعون. وفرعون ده اسم شخص مش لقب الملك زي ما كنا فاهمين، وده هيبقى ليه حلقة خاصة بإذن الله. بس تفتكروا الميناء ده هو اللي شاف وشاهد مطاردة فرعون لسيدنا موسى؟ نيجي بقى دلوقتي للجزء اللي بيتكلم عن الأرض المباركة، الأرض اللي ربنا باركها. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى معنى الآية إن ربنا بارك حول المسجد الأقصى، وحوله دي بالمفهوم أو المعنى الرباني مش معناها خطوة إنسان عادي أو كم متر كده يعني، ولكن معناها متسع جغرافي أو مسافة، يعني المسجد الأقصى والمنطقة اللي حواليه مباركة. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. والمقصود في الآية الأرض اللي حوالين المسجد الأقصى. ولو تاخدوا بالكم هتلاقوا إن المكان المذكور في الآية مذكور برضه باسم الأرض، يعني مملكة سليمان كانت في المكان المعروف باسم الأرض، يعني الأرض المباركة هي أرض مصر. واللي بيأكد أكتر إن مملكة سيدنا سليمان كانت في مصر إن في وثائق وخرائط قديمة بتقول إن مملكة سبأ كانت في الحبشة، يعني في قارة أفريقيا، ونهر مأرب موجود في شمال أثيوبيا وجزء منه في إريتريا. ومش بس كده، ده اللي هتستغربوا له أكتر إن موجود على الخرائط الحالية مكان اسمه عنسبة، واللي معناه عين سبأ. طب ايه بقى علاقة اليمن بالموضوع؟ ليها علاقة وهقول لكم دلوقتي. بلقيس كانت ملكة اليمن، واصلها من قبيلة يمنية اسمها قبيلة الحلنقة، واتجوزت من ملك الحبشة، ولما مات اتولت هي الملك وحكمت الحبشة واليمن. بس مقر الحكم كان موجود في العاصمة اللي موجودة في سبأ في الحبشة، يعني حتى مملكة سبأ كانت في افريقيا مش في اليمن ولا في قارة اسيا من الاساس. وصلنا بقى دلوقتي معاكم اللي هو احنا مين بالظبط، احنا مين كمصريين، وهل فعلا معظم شعب مصر خصوصا من المسلمين بيرجع اصلهم للعرب اللي جم في الفتح الاسلامي؟ وبيرد على الكلام ده الدكتور وسيم السيسي وبالادله العلميه. قال ان عالمه الجينات الامريكيه مارجريت كيندل عملت ابحاث عن جينات المصريين، واعاد عمل البحث الاستاذ والدكتور واللواء طارق طه في القوات المسلحة حاليا، وهو رئيس قسم المناعة والبصمة الوراثية. هما الاتنين أكدوا حاجتين مهمين. أول حاجة 87.6% من جينات توت عنخ آمون موجودة فينا كده كلنا كمصريين، وده معناه وبلا شك إن إحنا أحفاد القدماء المصريين. تاني حاجة 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة، شعب واحد اعتنق الآمونية ثم المسيحية ثم الإسلام. ومعنى الكلام ده إن كلنا شعب واحد من ناحية الجينات. وآمون هو إله مصر القديمة، وكان إله خفي شكله لا يمكن إدراكه، والمقصود بيه الإله الواحد اللي هو الله سبحانه وتعالى. وقال كمان إن في بحث تاني اتعمل في جامعة كامبريدج الأمريكية، وفي البحث ده قالوا إن أولى مجموعات الإنسان اللي وصل أوروبا وآسيا كانوا من مصر، وإنهم حللوا الجينات الوراثية اللي أخدوها من 225 شخص من مصر وأثيوبيا، والجينات أثبتت إن أقدم المجموعات البشرية بتميل للجينات المصرية، وإن مصر هي أم الدنيا. واللي هتستغربوا له إن الدكاترة اللي اشتغلوا على البحث ده قالوها بصراحة إن المصريين فينا جميعا. معنى كده إن الجينات المصرية موجودة في الدول الأوروبية والدول الآسيوية، لكن إحنا جيناتنا نقية وبترجع لأجدادنا. وفي النهاية عايزة أقول لكم إنه من أقوال سيدنا إدريس اللي هو أوزوريس صاحب الأسطورة المصرية، قال: عسى أن أظل على هذه الأرض وصوتي مسموعا بها، عسى أن أظل حاكما وسلطانا على الأرض. والمقصود هنا أرض مصر، ومش مقصود حكمه الفعل ليها، ولكن المقصود إن تفضل موروثات سيدنا إدريس عليه السلام اللي هو العلم يفضل مستمر ومعمول بيه في أرض مصر. ولو لاحظتوا هتلاقوه برضو ذكرها باسم الأرض. وقال كمان: إذا ما طلب مني أن أقوم بأي عمل أصبح على الحكم أن يزيل أي عمل ضد مصر في العالم السفلي، وأن يقوم حاكم مصر بملء القنوات الجافة بالمياه. استنوا هنا، رايحين فين؟ سبسكرايب واللايك.